وأثناء هذا الحديث هذا الشخص ذكر لي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ذكر لي هذه الآية وقال لي: أنا عايز أعرف بالنسبة لك ماذا تعني. وعلى فكرة كل إنسان له يقين خاص به، يعني وكما يقال اليقين لا يعار ولا يستعار، يعني لا أنت هتقنعني ولا أنا هقنعك. وأنا متأكد أن كل إنسان يوم القيامة هيتحاسب على فهمه لآيات القرآن، ولن تقبل يعني أعذار يوم القيامة إنه الإنسان يقول قالوا لي، لأن كل إنسان فينا ربنا منحه عقل. الإنسان اللي ربنا بياخد عقله ما بيحسبوش. فأنا قلت لهذا الشخص: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الأول نمسك كلمة الهوى ونعرف معناها. الهوى معناه الميول أو الرغبة، ميلك أو رغبتك هو الهوى. وسمي هوى لأنه الميل دايما بيتبع سقوط، والسقوط بيبقى في حفرة، والحفرة العميقة بيسموها هاوية. فهيهوي من يميل سيسقط ويهوي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هي الحتة اللي تعب أخينا ده، وأضله الله على علم. فقلت له أنا بفضل ضرب الأمثال لأنها بتجرب الحقيقة. قلت له أنا هضرب لك مثل الإنسان اللي بيشرب مخدرات. المادة المخدرة دي يا إما بتبقى مادة منبهة، يا إما مادة يعني بتعمل كسل في الجهاز العصبي وخمول واسترخاء كده. والمواد اللي بتعمل كده أو بتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى خلى غدد كده في جسمنا صغيرة بتفرز هذه المواد، ولكن بمقادير معينة وبنظم معين. ده اللي ربنا أراده لينا. طيب إحنا ما عجبتناش القصة دي، عايزين كمية أكبر من المادة المخدرة دي، سواء المنبهة أو اللي بترحرح الجهاز العصبي. هنا إحنا إيه؟ اتبعنا هوانا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول وبيقول لأي إنسان: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني أنت بص كمسلم عادي، بص في اللي بيشربوا المخدرات، هدول اتخذوا إلههم هواهم. هو هنا اعتمد في الحلال والحرام على هواه، وده معنى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ربنا سبحانه وتعالى خلق في الحياة قوانين، وفي الكائنات الحية قوانين بتحكمهم. من القوانين اللي ربنا خلقها في الحياة وفي الكائنات الحية قانون اسمه قانون الإهمال والاستعمال، وده قانون بيولوجي كل الناس عارفاه. نص هذا القانون إنه العضو أو الجزء الذي يستعمل من الجسد ينمو، والذي يهمل يضمر. يعني لو أنا مثلا بلعب رياضة تجديف، بجدف كده، هتلاقي عضلات ذراعي دي تقوى لاني انا بستعملها. طيب لو انا جبت حبل وربطت ذراعي بالحبل كده وسبته لمدة عام، وبعد عام حليت الحبل وجيت افتح ذراعي مش هيتفتح نتيجة الاهمال. وكأن الله مع العبد، يعني ربنا مع ارادتك. انت عايز حاجة ربنا بيديك اللي انت عايزه. فاللي بيشرب المخدرات ده بعد فترة الغدد اللي جوه جسمه اللي بتفرز المواد المخدرة دي هتموت، وهيبقى اعتماده على المواد دي من الخارج. يعني وده اللي بنسميه الإدمان. هو عايز المادة دي من بره، بيجي خلاص ما هو جسمه تخلى عنه بقانون إلهي، بأمر من الله سبحانه وتعالى. وده معنى وأضله الله على علم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى على علم بأن هذا الشخص يرغب في هذا الحال. فربنا عارفه هو عايز الحال ده، فربنا قال له خد الحال اللي انت عايزه ده، مش انت عايز الوضع كده. سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني الحواس كمان يعني تهديه من اللي ممكن من الآخرين يعني هيعطلها له، فتلاقيه لا يسمع كلام حد ولا هو شايف حد. خلاص هو ما ربنا عطل الحكاوي دي عنده خلاص. ادي معنى وأضله الله على علم. وهو الإنسان أصلا عارف وعالم بأنه القانون اللي أنا قلته ده كل الناس عارفة. ده حتى الناس العادية خالص يقول لك الإنسان كلب عادة. والإمام علي قال في حكمه: خير عادة ألا يكون للإنسان عادة. هو عارف أنه لما بيتعود على شيء لأنه دي سنة إلهية،
طيب يبقى انت تنحرف وتميل، وبعد كده ربنا هيقول لك خلاص انت مش راضي بالانحراف ده، خلاص انا هديهولك. ولكن العضو اللي هو بيهمل ويضمر ممكن نرجعه تاني لطبيعته بالتمرين والتدريب، اللي هو بنسميه احنا العلاج الطبيعي في الحالات دي. طيب الانسان اللي ربنا اضله لانه هو مال، فربنا اضله، فربنا مش ما سابهوش، لانه في اخر الايه ربنا قال ايه؟ فمن يهديه من بعد الله. مين اللي هيقدر يهديه الا الله؟ لا منجى منه الا اليه. خلاص يا سيدي، ما انت طالما عرفت ان النجاه يعني من الله نفسه، لانه هو اللي اضلك وهو اللي هيرجعك للهدايه عاد. طب ما تجرب، مرن نفسك زي العضو. التمرين يبقى بالاستغفار، تحاسب نفسك وتستغفر ذنوبك. وهنا انت لما تستغفر واخد بالك ربنا هيكشف عنك زي ما بيقولوا الحجب، وهتعرف ذنوبك ايه وعيوبك ايه وتبدا تعالجها. استغفر ربنا كتير، الاستغفار ده شيء مفيد جدا. انا مره شفت فيديو في زفت الطين ده النت لشخص بيسخر من المسلمين، وبيقول ايه؟ المسلم يقوم على الصبح اول ما يقوم من النوم يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب هو انت لسه جاي من النوم، انت ظلمت مين يا عم الحاج؟ وبيسخر وبيتريق وبيضحك وبيسخر يعني من عقلية المسلمين. يا عم انت لو تعرف معنى الظلم هتعرف ان احنا كلنا بما فيهم انت غرقانين في ظلم، احنا كلنا ظلم.